انه كان تم توسيعها بشكل كبير جدا، يعني كان بيصعب، كان في صعوبه على على الاحزاب وعلى على خصوصا الاحزاب الناشئه والاحزاب اللي هي اللي يعني اقيمت بعد الثوره، ان هي تغطي المساحات الجغرافيه الواسعه اللي كانت. ده يعني في كلام حوالين نظر في الدوائر، اعاده ترسيم الدوائر الانتخابيه. طبعا طبعا. هو للاسف ان الانتخابات اللي فاتت علشان خاطر كان في فردي وكان في قايمه، وتقريبا الاخوان عملوا يعني التقسيمه على مصالحهم يعني. فبالتالي كانت المساحات الجغرافيه فعلا واسعه. احنا بنطالب ان المساحات الجغرافيه تقل، لو اتعملت بنظام القوائم تبقى قوائم صغيره، يبقى القوائم 4 أو 6. وطبعا لازم يكون في تقسيم جديد. احنا كنا في فتره حكم الاخوان، ايام ما كان في تفاوض معاهم يعني ان احنا ممكن نشيل النائب العام، نغير الحكومه، ايام ما كان في امل كنا قدمنا مقترح باعاده تقسيم الدوائر على حسب النسبه السكانيه وعلى حسب المساحه الجغرافيه. اتوقع ان احنا هنعيد نظر طبعا في الاقتراح دوت، هندرسه مره اخرى وهندرسه مع احزاب جبهه الانقاذ، وهنقدمه للرئاسه او اعتقد مش لجنه ال50، هتبقى للرئاسه هي اللي هتصدر القانون بتاع تقسيم الدوائر. قانون تقسيم الدوائر ده هيبقى تبع الرئاسه. طب استاذ سامح، شايف فرص الشباب في ان هم يكون لهم حظ في التمثيل في هذا البرلمان، واعتماد الاحزاب عليهم ومساندتهم ودعمهم؟ شايف في فرصه يعني انه يكون برلمان يعبر عن ثوره يناير وثوره 30 يونيو، ولا الفرديه والمال السياسي هيلعب دور في هذا؟ هي الفرديه هتبقى لو اتعملت يعني لو اتعمل النظام الفردي، فانا ابشرك ان هو البرلمان القادم ولا هيبقى فيه نساء ولا هيبقى فيه شباب ولا هيبقى فيه مسيحيين. هيبقى فيه مين؟ نعم، هيبقى فيه مين؟ هيبقى فيه من يملك المال، هيبقى فيه من يملك العصبيه، من يملك القبليه، هو دوت اللي هيمثل. هيبقى فيه معظمه مستقلين. هنروح للاعاده هتلاقي مرشح فلول مرشح اخوان. هنكرر نفس اللي حصل في انتخابات الرئاسه، وهنرجع تاني لنفس الوضع. هتلاقي البرلمان كله افراد مستقلين، هيبقى في ضعف لتمثيل الاحزاب، هتبقى مشكله. احنا بالنسبه للشباب وبالنسبه للمراه، طبعا ده دور الاحزاب مش دور، يعني ما نقدرش نفرض عليهم ان هو ولو اني انا شخصيا مش كموقف حزب الوطن يعني بتمنى ان يبقى في كوتا للشباب على القوائم، يعني يبقى في قانون يحط الشباب والمراه بنسب متقدمه في القوائم. ده يبقى تبع قانون الانتخابات. ده موقفي الشخصي. احنا كحزب الوفد ان شاء الله، احنا كنا يعني في اخر اجتماع هيئه عليا كان اتخذ قرار ان 50% من القوائم الانتخابيه هيكون ممثل فيها شباب. هنحاول ان احنا ندفع بيهم في المواقع المتقدمه. كمان احنا في الفتره ديت بنحاول ان احنا نطلع الشباب في الاماكن التنفيذيه المهمه في الحزب. يعني احنا من الممثلين بتوعنا في لجنه الانتخابات في جبهه الانقاذ ده شاب عنده 35 سنه، انا موجود في لجنه 29 سنه. ففي ناس، لا، في شباب بيطلعوا جوه الحزب. الحزب بيحاول ان هو يدفع بيهم وبيديهم كل الدعم وكل الفرصه ان هم يبتدوا يشتغلوا ويبتدوا يظهروا. غير ان احنا في الانتخابات القادمه هيبقى 50% شباب زي ما قلت لحضرتك. طب يعني استاذ سامح، في حاله من الفراغ السياسي خلفتها ثوره يناير. قبل الثوره كان الحزب الوطني مسيطر على الحياة السياسية. بعد الثورة استطاع التيار الإسلامي السياسي بقيادة الإخوان المسلمين أنه هو يملأ هذا الفراغ. الآن في حالة من الفراغ السياسي فعلا. يعني هل من الممكن أن تقوم الأحزاب المدنية بملء هذا الفراغ، أم أنها ما زالت بحاجة لبذل مجهود من أجل كسب أصوات الناخبين؟ يعني هو طبعا يعني اكيد. خلي بالك برضو انه مش كل الناس بتثق في الاحزاب الموجوده، لانها ما شافتهاش، ما تحملتش المسؤوليه. عارفين الناس اختارت الاخوان المسلمين ليه، وايه ازاي يعني قدروا ان هم يحصلوا على اصواتهم. الاحزاب المدنيه بقى عليها ايه؟ هو طبعا بذل الجهد ده شيء اكيد. انما برضه انا كنت يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان تم تشويه فكره الحزب السياسي في مصر. للاسف الحزب الوطني وبعده الاخوان المسلمين، الحزب الوطني ما كانش حزب سياسي. الحزب الوطني كان نظام وكان دوله بتدعم حزب، ما كانش حزب بالمعنى المفهوم. الاخوان المسلمين حزب الحريه والعداله، يعني ما اعتقدش ان حد اصلا بيفتكر حزب الحريه والعداله. هو اللي بيجي بيتكلم على جماعه الاخوان المسلمين. للاسف هم قدموا حاجه اسمها الدوله البديله مش الحزب.
انما هو دور الحزب السياسي، وهو في المعارضه ان هو يقدم اول حاجه ان هو يتواجد في تنظيماته، ان هو يقدم برامج سياسيه، ان هو يحاول يطرح حلول بديله. على ما اعتقد ان معظم الاحزاب بتقوم بالدور دوت. انما طبعا ان حضرتك تقارن مثلا حزب زي حزب الوفد بتنظيم زي تنظيم الاخوان المسلمين، ده فيه ظلم. لان الاخوان المسلمين كانت دوله بديله، ما كانتش حزب. ان انت تقارن حزب الوفد بالحزب الوطني، ده كانت دوله بتدعم نظام وفساد وكلام يعني اتكلمنا فيه لمده 30 سنه. اما برضو حكايه ان ما حدش اختار الاحزاب، انا اعتقد احنا حزب الوفد الناس اختبرتنا كمعارضه وكحكم. احنا في الفتره قبل 52 الناس اختبرتنا كحكم. في الفتره بعدها من اول عوده الحزب مع فؤاد باشا سراج الدين، الناس اختبرتنا كمعارضه. عندنا برامج سياسيه، عندنا حكومه موازيه طرحت برنامج للنهوض بمصر، عندنا لجان نوعيه شغاله، عندنا تنظيمات في المحافظات شغاله، وبنقدم اقتراحات وبنقدم حلول طب هل من الممكن أن نجد أنه جبهة الإنقاذ تخوض انتخابات البرلمان ده بنفس القوة التنظيمية دي، بنفس التوحد، ولا هنلاقي بقى الحزبية هي اللي هتطغى وكل حزب هينفرد بقوايمه وهينفرد وده ممكن يدي مساحة بقى لفلول مبارك ولفلول الإخوان إن هم يعني فلول، هم الفلول الأصليين دلوقتي الإخوان. هو احنا بندرس التحالف الانتخابي مع حزب المصريين الاحرار ومع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. حزب المصريين الاحرار وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هم تقريبا اكبر حزبين بعد الوفد. يعني الانتخابات البرلمانيه الماضيه كان حزب الوفد هو اول الاحزاب المدنيه، يليه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يليه المصريين الاحرار. فاحنا بندرس التحالف معاهم، وتقريبا جبهه الانقاذ بتدرس ان هي يبقى في الاحزاب اليساريه تنزل في تحالف، والاحزاب الليبراليه اللي هي الثلاث احزاب اللي انا قلت لحضرتك عليهم. وتقريبا بيدرسوا برضو حزب المؤتمر ممكن يدخل معاهم ولا لا، لان هو تقريبا حزب المؤتمر كان قدم ان هو عايز يخرج من جبهه الانقاذ. احنا ما نعرفش ايه موقفه لغايه دلوقتي، هيبقى في اجتماع قريب لدراسه الامر. انما دراسه التحالفات الانتخابيه ده بيتم دراسته الان داخل لجان الحزب وداخل لجان مشكله مع جبهه الانقاذ. وجهه نظري انا وجهه نظري ان احنا لازم ننزل، يعني كحزب وفد لازم ننزل باسم حزب الوفد. دي وجهه نظري الشخصيه. شفت بقى الحزبيه طبعا، دي وجهه نظري الشخصيه ان حزب يعني اعتقد ده هيبقى مكسب لاي احزاب تنزل معانا. حزب الوفد حضرتك لو تروح على الحدود هتلاقي اللي ما يعرفش حاجه في السياسه عارف اسم حزب الوفد. يا سيد الفاضل، حزب الوفد حزب عمره يقترب من 100 سنه، 90 سنه 90 سنه تقريبا. لا اسم بقى له 90 سنه، فالحقيقه انه هو موجود. انما ده في ظلم بالنسبه للاحزاب الناشئه والاحزاب الجديده والاحزاب اللي لسه ما استطاعتش انها تكون كوادر وقواعد يعني. بتمنى انه يبقى في جبهه موحده للاحزاب ذات الايديولوجيات المتشابهه، هنلاقي احزاب ليبراليه مع بعض، احزاب يسار مع بعض، ونشوف تجربه جديده يتعاون فيها الجميع. يعني ما تبقاش السياده للقديم بقى ولا الاسم ولا الكبير لا لا لا، على فكره مش للقديم وللاسم وكده. انما يعني احنا كنا رحنا لشركه استطلاعات راي، احنا يعني كلجنه اعلام رحنا لشركه استطلاعات راي، قالت لنا ان هو لو نزلنا تحت اسم حزب الوفد كجبهه ده هيبقى افضل للجبهه. وعموما هو الامر ده رايي الشخصي، انما الامر بيتم دراسته الان داخل جبهه الانقاذ وداخل لجان حزب الوفد، وهيبقى فيه قرار فيه إن شاء واقرب الظن ان هو هيبقى فيه تحالف انتخابي ان شاء الله. بالنسبه للموقف اللي حصل في سوريا، في رايك هل في حاجه لحراك شعبي لدعم القضيه السوريه؟ طبعا مصر الموقف الرسمي تم اعلانه موقف هو الموقف المنتظر يعني، طبعا برفض توجيه اي ضربه عسكريه لسوريا، ولكن هل في حاجه لحراك شعبي من اجل توصيل رساله للراي العام العالمي بان الشعوب العربيه بترفض هذا التدخل العسكري، ولا انه الحاله الامنيه الان الموجوده في الشارع يعني ما تسمحش بده يعني؟ هو بالنسبه للحراك الشعبي على ما اعتقد ان هو مطلوب بجانب التحرك الحزبي. احنا يعني احنا كحزب برضه شايفين، اطلعك على موقفنا، احنا شايفين ان امر غريب ان النظام السوري يروح يبقى رايح جنيف 2 كمان ايام ويضرب الشعب بالكيماوي، فديت حاجه امر لا يصدقه عقل يعني. احنا طبعا شايفين ان الحل السياسي واستدعاء امريكا للمنطقه دوت
امر خطير. مم. ما المفروض ان يعني احنا كنا برضو يعني علشان ناكد على ديت، احنا واقفين مع الشعب السوري في حقه في اختيار حاكمه وفي عزل حاكم ظالم. انما مش معنى كده ان احنا ندخل امريكا جوه المنطقه تاني ونكرر نفس التجربه بتاعه العراق. مم. يعني مم. الحقيقة انه الموقف السوري يعني هو موقف محزن وموقف طبعا. مشين. ما نتمناش طبعا ان دولة عربية. انا بشكر حضرتك شكرا شكرا ليك. جزيلا استاذ سامح عقل، مقرر لجنة الاعلام في حزب الوفد. وننتقل بكم الان مشاهدينا الى